كلب من الكلاب اللي برعاها تحت البيت اتسم من فترة، والموضوع خد مني وقت كبير قوي نفسيا عشان اقدر اتقبل اني اتكلم عنه. الموضوع ابتدى لما لقيت حد من تحت بيرن عليا بيقول لي الحقي في كلب من كلاب المجموعة بتاعتك بيموت. لبست على طول ونزلت ولقيته في الحالة دي. للأسف من كتر ألمه كان عنده استعداد يعض أي حد، فما كنتش عارفة إني ألمسه أو حتى أطبطب عليه، ولأني ما كنتش عارفة في لحظتها هو مسموم بقاله قد إيه كنت بحاول إني أشربه لبن بهدف إنه يرجع السم، فكنت مضطرة إني أتعامل بعصاية علشان يعض فيها وافتح بقه واعرف أشربه اللبن. للأسف المحاولة فشلت وما رجعش، وعرفت بعد كده أصلا إن ده ما كانش الحل. السم لو في أول ساعتين من بلعه ساعتها بنحاول نخلي الكلب يرجع، سواء بلبن أو بيض ني أو إقراص فحم، بس الكلب ده طلع مسموم بقاله أكتر من 6 ساعات، وفي ناس كمان قالوا إنهم شايفينه تعبان من اليوم اللي قبله. ففي الحالة دي جسمه خلاص شرب السم ومحتاج تدخل دكتور بسرعة، فكلمت كاتشر يجيلي على طول عشان ننقله أقرب عيادة. رفع كده معايا من ده. الكلب للأسف حالته كانت بتسوء من قبل ما يوصل العيادة، كان عنده إسهال شديد لونه أسود، واضح إن السم خلاص قطع في مصارينه. حبيبي كان بقاله فترة طويلة الأكسجين مش واصل له من كتر التشنجات، حطيناه على الأكسجين والدكاترة ادوله محاليل وادوله كل الأدوية الممكنة، بس للأسف قلبه وقف. الدكاترة حاولوا ينعشوه بكل الطرق، بس ربنا قدر له إنه يرتاح. زعلان الاسم اللي كنت مسميهوله لانه ما كانش بيحب ان حد يلمسه. كانت دي اول مرة من 6 سنين اطبطب عليه فيها، وما كنتش متوقعة ان اول مرة هتكون اخر مرة. مش محتاجة اقول ان اقل حاجة نقدمها لهم بعد العذاب ده ان احنا ندفنهم. ما كنتش قادرة ادفن زعلان في مكان تاني غير تحت البيت عندي، في الشارع بتاعه، في بيته. والراجل الطيب اللي بيساعدني ده ولا اعرفه ولا يعرف جنايني في المنطقة. لما طلبت منه يساعدني ادفن الكلب بتاعي ما تأخرش وجه معايا على طول، لانه فاهم ان دي كانت روح، واكيد الناس اللي بيرموا جثث الحيوانات في الزبالة بدل ما يدفنوهم محتاجين يتعلموا الصح. مش عارفه اتكلم ازاي، بس كل اللي عايزه اقوله لازم يبقى فيه كنترول على الناس اللي بتحط سم. حبيبي دخل المنور بتاع العماره كانوا رشين فيه سم فران، وكان فيه شويه ميه منقطين، راح يشرب منهم عشان عطشان، خرج بيتطوح. انا متفهمه جدا انه طبعا الناس بيستخدموا المبيدات الحشريه علشان مش عايزين يعيشوا وسط حشرات، بس برضه المفروض يبقى فيه كنترول. يعني احنا مش عايشين لوحدنا. هو ممكن كان طفله تدخل ولا طفل يدخل المنور ده، ولا يحط ايده في الميه بعد كده يحطها في بقه. ما هو زي ما بيحصل مع الحيوان وارد يحصل مع الاطفال. الحاجات دي ما تبقاش بعشوائيه كده. مين اللي المفروض يكون مسؤول ان هو يدي الاوكي ان المكان ده يترش؟ يعني انا مش عارفه الموضوع يمشي ازاي، بس اكيد بيئيا اللي بيحصل ده مش صح.